هل ووردبريس مش آمن؟ دي من أكتر الجمل اللي بنسمعها من أصحاب البيزنس لما بيبدأوا يفكروا يعملوا موقع جديد. بس الحقيقة إن المشكلة مش في ووردبريس نفسه، المشكلة في طريقة تنفيذ الموقع وطريقة تأمينه وصيانته بعد ما يتسلم. لأن أي موقع في الدنيا ممكن يبقى ضعيف لو اتعمل بعشوائية، وممكن يبقى قوي ومحمي لو اتبنى باحتراف. ووردبريس مش مجرد قالب جاهز وخلاص. ووردبريس نظام قوي ومرن تقدر تعمل بيه موقع شركة، عيادة، مطعم، متجر، صفحة خدمات، مدونة، أو حتى متجر إلكتروني كامل. لكن قوة النظام دي لازم تتدار صح. المشكلة بتبدأ لما الموقع يتعمل بقالب مكرك، أو إضافات من مصادر مش موثوقة، أو استضافة ضعيفة، أو من غير تحديثات، أو من غير حماية للوحة التحكم، أو من غير نسخة احتياطية، أو بكلمات مرور سهلة. وبعد كده نقول إن ووردبريس مش آمن. الكلام ده مش دقيق، لأن الأمان مش باسم المنصة، الأمان في طريقة الشغل. يعني الموقع اللي معمول صح بيكون مبني بقالب أصلي، وإضافات موثوقة، وعدد إضافات قليل ومهم، واستضافة محترمة، وشهادة SSL، وحماية لصفحة الدخول، وتحديثات دورية، ونسخ احتياطي، ومتابعة مستمرة لأي مشكلة. كمان لازم المطور يكون فاهم إنه مش بيعمل شكل حلو بس، هو بيبني موقع شغال للبزنس، موقع سريع، واضح، متوافق مع الموبايل، محمي، وسهل على العميل يتعامل معاه. وعلشان كده السؤال الصح مش هل ووردبريس آمن ولا لأ، السؤال الصح هو مين اللي هيبني الموقع، وهل هيأمنه صح، وهل هيختار أدوات موثوقة، وهل هيعمل خطة صيانة ومتابعة، ولا هيركب قالب ويسلم وخلاص. ووردبريس بيكون آمن لما المطور يبذل مجهود حقيقي في تأمين الموقع باستخدام أكتر من طريقة أو حل، مش لما يعتمد على إضافة واحدة ويعتبر إن كده خلاص. الأمان الحقيقي بيكون طبقات: استضافة قوية، تحديثات، حماية دخول، كلمات مرور قوية، صلاحيات مضبوطة، نسخ احتياطي، مراقبة، وتنظيف مستمر لأي ملفات أو إضافات مش مستخدمة. في الآخر، ووردبريس مش اختيار ضعيف، ووردبريس اختيار قوي جدا لو اتعمل صح. والفرق الحقيقي دايما بيكون في خبرة اللي بينفذ الموقع واهتمامه بالتفاصيل. فلو عندك بيزنس وعايز موقع احترافي، ما تخافش من ووردبريس، خاف من التنفيذ العشوائي، خاف من القوالب المكركة، خاف من الإضافات الغير موثوقة، وخاف من موقع يتسلم من غير حماية أو صيانة. الموقع المحترف مش بس تصميم شكله جميل، الموقع المحترف لازم يكون سريع، واضح، آمن، ومتجهز يخدم شغلك، ويخلي العميل يثق فيك من أول